ترامب بيتراجع وبيطالب الصلح مع الصين، ووزير الخزانة الأمريكي بيقول إن الحرب الاقتصادية مع الصين غير قابلة للاستمرار علشان لو كملت كده نارها هتاكل الكل. والصين بتقول إن هي مش هتتفاوض مع أمريكا بشروط مسبقة أو تحت أي ضغط، وإنها زي ما جاهزة للتفاوض فهي جاهزة كمان للحرب. والدولار بيستمر في النزيف وفي توقعات بهبوطه 30% الفترة الجاية. إيه السر اللي خلى ترامب يرجع في كلامه عن الصين؟ وليه فجأة قرر يخفف هجومه العنيف على رئيس الفدرالي الامريكي جيروم باول؟ وايه هو مصير الاقتصاد الامريكي لو الحرب دي كملت؟ وهل الصين هتقدر تفرض شروطها على اداره ترامب؟ وهل فعلا هنصحى فجاه نلاقي الدولار بقت قيمته في الارض؟ كل دي اسئله هنجاوبها النهارده معاكم. انا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط. ترامب بدأ يتراجع خلاص عن نبرته اللي كان بيهدد فيها الصين لما كان بيطلع يقول احنا مش محتاجين الصين هي اللي محتاجانا، وهنفرض عليهم حصار اقتصادي ومش هيعرفوا يبيعوا اي حاجة. فجأة كده الوضع اتغير تماما، وخرج ترامب يوم 22 ابريل وقال احنا هنكون لطفاء جدا في مفاوضاتنا مع الصين، وانا مستعد اخفض الرسوم الجمركية اللي فرضتها عليهم. تاني يوم بعدها خرج تقرير حصري لوول ستريت جورنال ونقل عن مسؤولين امريكيين في ادارة ترامب ان ترامب ناوي يخفض الرسوم الجمركية اللي فرضها على الصين من نسبة 145% لحوالي 50 ل 60% تقريبا. ومش بس الصين، لا ده ترامب كمان بدأ يخفف نبرته الحادة تجاه جيروم باول رئيس الفدرالي الامريكي. وكمان ترامب قال ان هو لا ينوي اقالته، لكنه كان غضبان من ان باول ما خفضش الفايدة، على الرغم من ان ترامب كان شايف ان مفيش تضخم حاليا ولا في اي خوف من زيادة التضخم. وبغض النظر عن ان قانونا ترامب ما يقدرش يقيل الرئيس الفدرالي لانه محصن، وكمان ما ينفعش قانونا يجبر اي عضو في مجالس ادارات الوكالات الفدراليه على الاستقاله، لكن الموقف يعتبر تراجع كبير من ترامب سواء ضد الصين او ضد الرئيس الفدرالي الامريكي. وهنا يجي السؤال، ايه سبب التراجع المفاجئ لترامب؟ السبب هو ان ترامب لما فرض التعريفات يوم 2 ابريل بالغ في تقديره لقوة الاقتصاد الامريكي، بالاضافة انه ما خدش باله من نقط ضعف خطيرة في الاقتصاد الامريكي، وده ظهر بشكل واضح جدا في تفاعل الاسواق المبالغ فيه مع تعريفات ترامب الجمركية. امريكا عندها في اقتصادها مشكلة، وعشان كده ما تقدرش تخش في نزاعات اقتصادية طويلة الامد، وخصوصا مع وحش اقتصادي زي الصين. والمشكلة دي اسمها العجز التوأمي او توين ديفيسيتس، وده باختصار معناه ان امريكا عندها عجزين، عجز في الميزانية الفيدرالية وعجز في الحساب الجاري. طيب ايه معنى الكلام ده؟ عجز الميزانية الفيدرالية معناه ان الحكومة بتصرف اكتر من اللي بتحصله، وخصوصا من الضرائب، وده معناه انها بتضطر تستلف من بره عشان تغطي العجز ده. وعجز الميزانية الفيدرالية حاليا وصل ل 1.3 تريليون دولار بحسب اللي نشرته اسوشيتد بريس، وده بالمناسبة تاني اكبر عجز في تاريخ امريكا، ما سبقوش غير العجز اللي حصل في جائحة كورونا ووصل وقتها ل 1.6 تريليون دولار. اما بقى عجز الحساب الجاري فده معناه انها بتستورد اكتر ما بتصدر، فبالتالي الدولار الامريكي بيعتمد بشكل اساسي في استقراره على الفلوس اللي جايه من بره امريكا، والعجز ده وصل ل 303 مليار دولار بحسب اللي نشرته وكاله رويترز. طيب امريكا هتسد العجزين دول منين؟ اولا هتضطر تستلف طبعا، وهنا بقى المشكلة الأساسية اللي عملتها تعريفات ترامب. المشكلة دي هي تخارج الأموال من الأصول الأمريكية، بمعنى إن الدول والبنوك المركزية بدأوا يبيعوا سندات الخزانة الأمريكية. وهنا بقى الكارثة، لأن لما السندات دي يحصل عليها تخارج وتتباع، الفوائد عليها هتزيد، فتلقائيا تكلفة الاقتراض الحكومي هتزيد برضه، فخدمة الدين هتبقى أعلى، وده يؤدي لضغط على ميزانية الدولة ويزود العجز أكتر وأكتر. وملخص الكلام ده هو إن أمريكا محتاجة على طول لتدفقات مالية خارجية، وحاليا حيازات الأجانب في سوق السندات الأمريكي وصلت ل 8.8 تريليون دولار، منهم 760 مليار للصين بس، وده بحسب كلام رويترز. خلي بالك 8.8 تريليون ده رقم ضخم جدا، ويعتبر حوالي تلت سوق سندات الخزانة الأمريكي. فلو الأجانب تخلوا عن السندات دي هتحصل كارثة في السوق الأمريكي، وهو ده بالظبط اللي حصل وخلى ترامب يتراجع. حاليا عائدات السندات الأمريكية بدأت تزيد، ووصل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنين ل 4.5%، وده أعلى مستوى ليه من فبراير. نفس الكلام بالنسبة لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة برضه، واللي وصل 5% وحقق أكبر زيادة أسبوعية من سنة 1987. وده كان الإنذار الخطير اللي خلى ترامب يبدأ في التحرك للتصالح مع الصين، لكن الصين قالت إنها جاهزة للتفاوض ولكن بدون شروط مسبقة،
وبالوضع ده شكلنا هنشوف اليومين الجايين موقف اهدى شويه من الطرفين. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الكلام ده كله اثر على اسعار الذهب، واللي هي بالمناسبه من اكتر الحاجات اللي الناس بتخش تبحث عنها بعد كل قرار من قرارات ترامب المجنونه. بعد ما وصلت الحرب التجاريه بين الصين وامريكا لذروتها، الذهب اسعاره انفجرت ووصل لاعلى مستوى ليه تاريخيا عند 3500 دولار للأونصة، وبكده يكون الذهب سعره ارتفع بنسبة 31% من بداية 2025. ولكن فجأة الذهب خسر حوالي 3.5% من قيمته تقريبا، ووصل لسعر 3286 دولار للأونصة. تقول لي يعني خلاص كده طالما الدنيا هديت يبقى الذهب هيفضل ينزل ومش هيرتفع تاني؟ هقول لك لا طبعا. صحيح ان الحرب التجارية هديت بس ما انتهتش، وترامب شخص محدش يقدر يتوقع تصرفاته على الإطلاق. تاني حاجة، التوترات الجيوسياسية لسه موجودة، والحروب في العالم ما هديتش، والدنيا كمان بتتوتر كل يوم اكتر من اللي قبله. وده مش كلامنا، ده كلام رويترز اللي قالت في مقال ليها النهارده ان الذهب ارتفع تاني 1.1%، ووصل لحوالي 3330 دولار للأونصة. وده لان الناس لسه بتشتري ذهب ايمانا منهم ان سعر 3200 و3300 ده سعر يعتبر رخيص، وان كده كده الذهب سعره هيعلى. طيب بالنسبه للدولار فهو لسه بينزف قصاد العملات التانيه علشان يوصل مؤشر الدولار ل 99.4 نقطة. والمفاجأة ان الدولار لسه هينخفض كمان وكمان، وده اللي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز النهارده في مقال كتبه يان هاتزيوس كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس. وبيقول يان ان التنبؤ باسعار الصرف اصعب حاجة على الاقتصاديين، يمكن كمان بتكون اصعب من التنبؤ بالتضخم ونسب النمو وحتى اسعار الفايدة. ولكن الدولار امره مختلف، لانه بالرغم من انخفاضه 5% تقريبا، الا ان بيانات الفيدرالي بتقول ان الدولار لسه اعلى من قيمته بدرجتين انحراف معياري، وده معناه ان سعر الدولار اعلى من الطبيعي بشكل واضح جدا. وبيقول يان هاتزيوس ان انخفاض الدولار بالشكل ده حصل مرتين في التاريخ، مره في منتصف الثمانينات ومره في بدايه الالفينات، وفي المرتين قيمه الدولار نزلت بعدها بحوالي 25 ل 30%. يعني من الاخر هو بيتوقع ان الدولار ممكن ينزل الربع الفتره الجايه، فلو انت مخزن دولار او شايله كاستثمار خلي بالك. طيب الجنيه عندنا هيكون وضعه ايه؟ صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للجنيه المصري في الفتره الجايه، وقال ان بالرغم من صعود الجنيه قصاد الدولار في الفتره الاخيره الا انه لسه هيرفع كمان في الفتره الجايه. وبيتوقع صندوق النقد ان الدولار هيوصل في اخر السنه ل 49 جنيه فاصل 6، وده اقل بجنيه من تقديرات صندوق النقد الاخيره. اما في 2026 فتوقع صندوق النقد ان سعر الدولار هيكون في حدود 52 جنيه وربع، وده اقل بكتير من توقعاته السابقه اللي كان قال فيها ان الدولار في مصر في 2026 هيوصل لاكتر من 57 جنيه. وبالنسبه بقى لتوقعات النمو في مصر، فبيقول صندوق النقد الدولي انه بيتوقع ان الاقتصاد المصري هينمو خلال العامين الماليين الجايين بنسبه 3.8 و4.3 على الترتيب، وده توقع اعلى بنسبه 2% من التوقعات السابقه. طيب ده بالنسبه للسنين اللي جايه. العام المالي الحالي بقى اخباره ايه؟ صندوق النقد حط توقع مقارب لتوقع الحكومة بالنمو عند 4% في العام المالي الحالي، وده بسبب دعم الاستثمارات وتعافي الاستهلاك وتعافي القطاع السياحي نسبيا وحاجات تانية كتير. فهل فعلا هتتحقق توقعات صندوق النقد الدولي ونشوف الجنيه بيتعافى تاني قصاد الدولار؟ قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك، وكالعادة شير الرابط.